أهلا بيكم في همس الحيوان. أنا ميري ودي قناتي. النهاردة هنتكلم عن موضوع آه، بيشغل ناس كتير وبيثير فضول محب الحيوانات الأليفة. ليه نربي قطط في البيت؟ وإيه الفوائد الحقيقية اللي هتعود علينا من وجود القطط في حياتنا؟ ففي الفيديو ده هنتكلم بالتفصيل عن الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، وكمان نظرة الديانات والثقافات للرفق بالحيوان. ولو انت محتار تربي قط ولا لا، الفيديو ده هيساعدك انك تاخد قرار بوعي. ويلا بينا نشوف ايه الحاجات اللي هنشوفها النهاردة في الفيديو. القطط من زمان يا جماعة هي مرتبطة بالإنسان. القطط من زمان مرتبطة بالإنسان، يعني من أيام المصريين القدماء، واللي هما كانوا بيعتبروها حيوان مقدس. آه، فعبر التاريخ وجود القطط في البيوت كان ليه قيمة كبيرة، سواء كانت لحماية البيت من الفئران أو أي حشرات زي ما كانت موجودة، أو كرفيق يومي يملى حياتك بالمرح. النهاردة القطط بقى بتعتبر من أكتر الحيوانات الأليفة انتشار في العالم. آه، وكمان من الفوائد النفسية بتاعتها بتقلل التوتر والقلق، ومجرد لمس القط أو تمسح على دماغه أو تطبطب عليه أو صوت الخرخرة بتاعته بيساعد على إفراز هرمون السعادة زي السيروستولون والحد من الشعور والوحدة. والقطة بتكون فعلا رفيق يومي رائع، خصوصا للناس اللي عايشة لوحدها. تحسين المزاج، اللعب مع القط أو حتى مراقبته، الواحد بيراقبه كده وهي بتجري وتلعب بيدي طاقة إيجابية ويكسر الروتين. تعليم كمان الأطفال المسؤولية، لو عندك أطفال بتربي القطط بتعليم الرحمة والعطف وتحمل المسؤولية. كمان الدراسات كتير أثبتت أن أصحاب القطط أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب ونتيجة لانخفاض التوتر. وتربية القطط بتقوي جهاز المناعة وبتخلي الجسم أكتر مقاومة لبعض أنواع الحساسية. الأطفال كمان بيكونوا بيكبروا وسط حيوانات أليفة زي القطط، وبيكونوا أقل عرضة لإصابة مثلا بالرب أو كده. كمان الفوائد الاجتماعية بتاعتهم تكون تربية القطط بتفتح باب للتعارف، يعني مثلا سواء على السوشيال ميديا أو في النوادي الخاصة بالحيوانات. القطة نفسها ممكن تكون سبب في تكوين صداقات جديدة، يعني ممكن حد مثلا عنده قطة أو قط، مثلا انت عندك قطة وجارك او حتى على السوشيال ميديا بيتكلموا بيقولوا مثلا لو حد عنده قط وانا قطتي مثلا عايزة تتجوز، ولو عندك مش عارفة ايه، ده طبعا بتدي فرصة ان يبقى في صداقات مثلا حتى على السوشيال ميديا، مش شرط كمان يكون جارك او حد تعرفه، ممكن يكون على السوشيال ميديا. كمان بتخلي العيلة أقرب لبعض، لأن وجود القط بيخلق لحظات مشتركة وذكريات حلوة. ده حقيقي. كمان الرفق بالحيوان قيمة مشتركة من كل الديانات والثقافات. في المسيحية واليهودية في نصوص واضحة بتأكد أن الحيوانات مخلوقات الله ولازم نعملها بالرحمة. في البوذية مثلا والهندوسية عندهم مبدأ أهيمسا اللي معناها عدم الإيذاء والرحمة بكل الكائنات. وفي الإسلام كمان القطط ليها مكانة خاصة وتعتبر من الحيوانات الطاهرة اللي يجوز تربيتها في البيوت. يعني مهما كانت ديانتك أو ثقافتك، فكرة العطف على الحيوان متفق عليها عالميا، يعني سواء كنت بوذي أو يهودي أو مسيحي أو مسلم، كل الديانات بتحس على الرفق بالحيوان، وإن احنا نتعامل معاها برحمة وبرفق، ونتعامل معاها بكل إنسانية، لأن احنا إنسان.
فلازم يكون عندنا إنسانية يعني عندنا رحمة، عندنا شفقة، عندنا نحس بالمخلوق اللي ربنا خلقه، نحس بغيرنا، نحس بمخلوق ضعيف ما يقدرش يقولك لأ. كمان تربية القطط لازم اهتمام بالأكل، دي مسؤولية يعني. تربية القطط مش سهلة برضو، لازم تعرف دي مسؤولية جامدة. ولو عايز تعرف كل التفاصيل في فيديو عندي على القناة، ممكن احط اللينك في البايو تحت تحت الفيديو ده علشان تشوفوا كل التفاصيل المسؤولية وكل الحاجات اللي المفروض انت تجيبها قبل ما يكون تفكر تجيب قط. متابعة التطعيمات والنظافة المستمرة، توفير مساحة آمنة ولعب مناسب، كل ده تفاصيله هتلاقيه في الفيديو اللي فات، هتلاقيه على القناة. أنا هحط لك اللينك بتاعه تحت الفيديو ده في الوصف، صندوق الوصف. في نهاية تربية القطط مش مجرد رفاهية، دي تجربة مليانة فوائد نفسية وصحية واجتماعية، وكمان بتديلك إحساس بالحب غير المشروط. وقت اهتمام، لازم يكون عندك كمان وقت يكون عشان عندهم، لازم تبقى معاهم، مش ولا لسه محتار. اسأل نفسك هل انت مستعد تمنح وقت واهتمام ومسؤولية لحيوان هيكون فرد فعلا من عيلتك؟ ولو الإجابة نعم، يبقى القطة هتكون أفضل رفيق ليك. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وياريت تشاركوني في التعليقات على ايه الحاجات مثلا اللي بتقابلوها مشاكل مع حيوانكم، لو عندكم حيوان ويا ترى عندكم قطط ولا كلب. وتستنوني دايما في فيديوهات كتيرة، وما تنسوش برضو لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد وكلنا نستفيد. وشاركوا الفيديو ده مع اي حد يفكر يربي قطة عشان هو يستفيد وانتوا كمان تستفيدوا. ومن كل قلبي بتمنى لكم كل حب وخير وسلام. باي باي.